الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العلي العظيم. تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر والزمان وشفاء للمرضى ولقبول مجلسنا، صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة تؤكد على أمرين. الأمر الأول: وقضى ربك. قضى يعني أمر ربك، الله يؤمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا الأمر الأول، عبادة الله عز وجل والتوحيد. التوحيد. الله عز وجل أرسل جميع الأنبياء وبعثهم بالأوصياء والأئمة والعباد الصالحين أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله، عبادة توحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة توحيد. لأن ما يقابل التوحيد هو الشرك بالله، نستجير بالله، والشرك والكفر بالله مشكلة بالإسلام. الشرك بالله والكفر بالله ما إلى حل بالإسلام. اللي يكفر بالله هذا مشكلة بعد. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما يغفر الله. الشرك والكفر مشكلة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد أصل من أصول الدين، من أصول الإسلام. التوحيد هو أن تعتقد أن الله عز وجل أحد فرد صمد لا شريك له. لذلك الإنسان مهما يمر عليه ضائقة، شدة، كذا، ساعة عصبية، لا يكفر بالله، لا يكفر. لأن الكفر مشكلة. الكفر مشكلة ليس لها حل. الكفر والشرك بالله مشكلة. فالآية الكريمة تؤكد على عبادة الله بالمرتبة الأولى. بالمرتبة الثانية الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هاي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: وبالوالدين إحسانا. المرتبة الثانية هي بر الوالدين وطاعة الوالدين. يعني الله عز وجل جعل بر الوالدين وطاعة الوالدين تحت عبادته مباشرة. هيك الآية مضمونها. بر الوالدين. وبر الوالدين حيين وميتين. هسه واحد يقول: شيخنا أحياء، يعني نبرهم ونخدمهم ونقوم بكذا ونلبي واجباتهم متطلباتهم. أموات شلون واحد يبر والدين أموات؟ يقول: أولا أن تقضي ما عليهم من الواجبات. إذا والدتك مطلوب صلاة صوم كن تقضيها عنك. أن تقضي ما عليهم من الواجبات وأن تذكرهم في المستحبات. من الطب الزور تقول: أزور نيابة عن والدي فلان بن فلان، طب زور نيابة عن والدك. من تقرأ قرآن قل: أقرأ سورة الواقعة مثلا، أقرأ سورة ياسين نيابة عن والدتي مثلا. من تدفع صدقة قل: هاي صدقة نيابة عن والدي. شكو عمل مستحب تقدر تسويه نيابة عن الأموات. شيء بشيء. يذكر يوم من الأيام نبينا محمد لذكره: صلوا على محمد وآل محمد. احنا نعيش الآن ليلة الجمعة، مو سيدنا؟ ليلة الجمعة. يسألون الإمام الصادق سلام الله عليه، يقولون له: شنو أفضل عمل، أفضل دعاء، أفضل مناجاة، أفضل زيارة، أفضل شيء نسويه ليلة الجمعة؟ شنو أفضل شيء؟
فقال الإمام الصادق سلام الله عليه: أفضل عمل في ليلة الجمعة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فمر النبي صلى الله عليه وآله على قبر وأصحاب النبي وياه، فرفع النبي طرف ثوبه وأسرع في المشي. النبي من عادته أن يمشي بهدوء وبوقار بهيبة، ويمشي على كيف النبي. مو من عادة النبي أن يمشي بسرعة ويرفع طرف ثوبه. أصحابه شافوا النبي سوى هيك، هم شنو؟ هم كل واحد أسرع بالمشي، إلى أن النبي عبر هذا القبر، اجتاز القبر، النبي رجع إلى مشيته الطبيعية. فأصحابه التفتوا له قالوا له: يا رسول الله، ما هذا الأمر؟ هذه المشية السريعة وكذا، شنو هاي تفسيرها؟ فقال لهم النبي: إن صاحب هذا القبر يعذب في النار، هذا القبر اللي مرينا عليه، وأخاف أن يمسنا شيء من العذاب، فأنا عبرت القبر بسرعة. بعد سنة كاملة من هاي الحادثة مر النبي والمسلمون على نفس القبر، بس النبي هنا اختلف وضعه، جلس على القبر، أخذ يقرأ القرآن ويترحم على الميت ويقرأ له سورة الفاتحة. أصحابه هم شافوا النبي هيك سووا، هم شنو؟ قعدوا على القبر، قرأوا القرآن، سورة الفاتحة، يترحموا للميت قليلا، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله. فأصحابه قالوا له: يا رسول الله، احنا العام الماضي من اجينا على هذا القبر انت رفعت طرف ثوبك واسرعت وسألناك وقلت ان صاحب القبر يعذب في النار واخاف ان يمسنا شيء من العذاب، السنة شو قعدت على القبر وتترحم فقال النبي صلى الله عليه وآله: بلى، صحيح، بلى، كان من أصحاب النار، ولكن الله عز وجل رزقه بولد صالح، فأخذ يدعو له ويدعو له ويستغفر له إلى أن غفر الله له وأدخله إلى الجنة. هاي بر الوالدين أموات، هاي بر الوالدين أموات. يقول: ومهما فعل الإنسان ومهما خدم الإنسان ومهما أدى الإنسان فلا يؤدي حق الأبوين، فلا يؤدي حق الأبوين، لأن الأبوين تعبا وسهرا وربا وكبرا وبذلا وتعبا في سبيل أولادهم. اجا واحد للنبي صلى الله عليه وآله قال له: يا رسول الله، إن أمي امرأة عجوز، أمي مرة كبيرة، حملتها على ظهري وطفت بها حول البيت، شايلها على ظهري وحجيت بها بيت الله الحرام، طفت حول البيت وهي على ظهري، وسعى بين الصفا والمروة وشايلها على ظهري، وأعمال الحج وكذا وشايلها على ظهري، شايلها على ظهري وافتر بها، فهل أديت حقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: والله لم تؤدي حق طلقة واحدة من طلقاتها ساعة الولادة. شو أديت؟ النبي قال له: شو أديت؟ متعجب أنت شايل أمك وتركض؟ ما يؤدي الإنسان مهما عمل، مهما خدم، مهما قدم، يبقى الإنسان مدين لأبويه. يقول: وخصوصا بر ورعاية الأم. النبي صلى الله عليه وآله يقول: الجنة تحت أقدام الأمهات. ومن أبرز الأمهات التي ضربت أروع النماذج الإسلامية في الأمومة والتربية وخدمة الحسين هي أم البنين سلام الله عليها. يقولون: قالت لأمير المؤمنين، قالت له: يا أبا الحسن، ليلة لك وليلة للحسن والحسين، أريد أخدمهم. كانت بليلة الحسن والحسين لا تنام أم البنين، ما تنام، تبقى ساهرة وواقفة على قدميها طول الليل. خاف الحسين بالليل يحتاج ماء، أم البنين موجودة واقفة. خاف الحسن بالليل يحتاج فد شيء، واقفة أم البنين ساهرة تبقى على خدمة الحسن والحسين. تجمع أولادها، قالت لهم: أولادي أنتم وأمكم خدم للحسن والحسين، إحنا خدام. تقول لهم: خدام؟
لا تحسبون أرواحكم أخوة، إحنا خدام. أي ولذلك أنجبت هذا الفارس العظيم أبو الفضل العباس. أي حاشا تصير مثلك مرتبو، حاشا تصير مثلك مرتبو، يا وفية وخلفت أعظم أخو، ما تقلي لبلبن صدرك شكو، يلي جبت هالولد مشكورا. وبقيت أم البنين على هذا الوفاء والخدمة للإمام الحسين إلى آخر لحظاتها. يقولون إلى أن رجع الناعي بشر بن حذلم ودخل إلى المدينة وأخذ يضج في شوارع المدينة: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قالوا له: ما الخبر بشر، إيش بيك؟ قال لهم: الخبر عند قبر النبي. اجتمعت الناس عند قبر النبي وأخذ بشر ينعى الحسين: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. اقرأوا يا شارك بالعزاء: يا أهل يثرب لا مقام لكم. بارك الله بهالأصوات. قتل الحسين فأدمعي مدرا، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار، أولا صوت من هالجمع الأكبر، طلعت مرة تمشي وتعثر، أو تنادي ناعش هالخبر، والله صوتك لعند الصخر فالسعر، أثار المرم عباس الأزهار. والتقت أم البنين بزينب. يقول أم البنين شافت زينب متغيرة وشافت الأيتام والعيال. أم البنين افتقدت وحدة من اليتامى، ما هي بالضعينة، راحت ويا الضعن بس ما موجودة هسا. والله زينب لطيبة ملفتها عقب السبع ومصرع اخوتها، والناس كلها استقبلتها، وام عباس قبل الكل جتها. والله شبقت عليها وقبلتها، وعقب البواج ناشدتها. تسألها أم البنين: والله عقب البواج ناشدتها يا زينب رقية ما شفتها، ما موجودة. والله يا زينب رقية ما شفتها، أخاف ويا الضعينة وما عرفتها. والله العليلة هاي تنشدني على ختها، والله العليلة دوم تنشدني على ختها. أولا زينب بعبرة جاوبتها، تقل لها ودمعتها تكتها: يا أنا برض الشام ماتت ودفنتها، يا برض الشام ماتت ودفنتها. قوم